أعزائنا الكرام مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. انتهت مباراة وفاق سطيف ضد اتحاد العاصمة بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف، وهذا هو التعادل الثمين لوفاق سطيف خارج الديار. وسجل الهدف الأول لوفاق سطيف كندوسي في الدقيقة 68 من المباراة، بينما عادل الزواري النتيجة في حدود الدقيقة 76. وبهذه النتيجة يحتل وفاق سطيف المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فيما يحتل شباب بالوزداد صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة وب10 مباريات.